السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ والله بجد مكسله، مش عارفه السنه دي فيها ايه. مكسله كسل السنين. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده البيتي فور. ان شاء الله مش هياخد وقت، وهنشوف كده هنعمله ازاي. بواقي الحاجه اللي عندي ونشوف. ادي اول حاجه الزبده والبيض والسكر البودر. يبقى كده يا ريت فاضل لنا الفانيليا. هحط كيسين فانيليا. دول كانوا تقريبا 130 جرام زبده. هوزن 750 جرام زبده، لاني هعمل كيلو دقيق، فانا هقول لكم على مقادير الكيلو الدقيق. بصراحه بحب استخدم الزبده الفرن، بتدي نتيجه معايا كويسه جدا. انما بقى في ناس بتحب تعمله بالزبده النيوزيلندي، بس بصراحه غاليه قوي. فالفرن بتديني يعني نتيجه حلوه. فبقالي سنين بصراحه شغاله بيها. ماشي، الزبده ايه 750. تعالوا اجهز الحاجه الاول علشان ما احتس. سكر هيبقى 350 جرام سكر بودر، ده انا كده شاريه جاهز سكر بودر. كده 750 جرام زبده، 350 سكر بودر. بالنسبه للبيض هاخد صفار بيضتين. بسم الله. ده اول صفار اهو. ده كده تاني صفار عادي. اتقطع مني ولا يهمني يا ولاد. وهاخد البيضتين كاملين، يبقى كده بيضتين كاملين وصفار بيضتين. بس كده المكونات بقت جاهزه معايا. والدقيق هاخد كيلو. استنوا يا ولاد بقى لحسن انا ايه كان متبقى عندي في الاكياس كده شويه. انا هكمله كيلو. ادي كده كيلو دقيق. بسم الله. خفقتها شويه اهو. هبدا انزل بالسكر حبه حبه. بسم الله. كده خلاص تمام قوي يا ولاد. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالبيض بيضه بيضه، بس هضيف كيسان الفانيليا قبل ما انسى. ماشي. بصوا هضيف كمان دي من عندي نقطتين كده فانيليا سايله، بحب طعمها قوي، تدي طعم كده مميز. بس مش هكتر لان ضفت كيسان فانيليا. كفايه كده. خلاص ما عادش اي اثر للبيض. طبعا انا كست مصريه مش هسيب دول في حالهم، فلازم هنضفهم. ماشي. هزود بقى الدقيق. استنوا عليا يا ولاد، مش مركزه خالص. بس اهم حاجه بنخله، لازم الدقيق يتنخل. بسم الله.
اهم حاجه هنضف دول من الزبده. بصوا طلعت معايا على طول اهي. ترش عليها شويه دقيق ناشف هتلاقيها طلعت معاك. هتاخد شويه الدقيق دول. طبعا في المرحله دي مش هنعجن، زي نظام البسكوت بالظبط، بنتوه بس الدقيق لحد ما الخليط ده يشرب الدقيق. يلا يا ولاد، اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك، وصلوا على النبي كده في سركم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوناش يا ولاد بدعوه حلوه كده من القلب في الايام المفترجه دي. بصوا انا هضيف الكيلو كله واتكلوا على الله. لسه هنقعد لحد حته. ما اكدبش عليكم بقى، اغسل ايدي واجيلكم. بصوا بقى، هي ايدي اللي هتقلبها. خلينا ننجز بلا سباتيولا بلا بتاع. بسم الله. كده خلاص يا ولاد قلبتها. ابيض لان مش هعمل ابيض كتير. الاولاد كل سنه ياكلوا اللي بالكاكاو ويسيبوا لي الابيض، فانا قلت هعمل كام واحده كده ابيض. اللي حابب يعني، قلت اعمل صاج ولا حاجه. ايه يا سيدي، عايز ايه يا حبيبي؟ انت مالك ومال؟ يلا حلوه كده. التانية دي هضيف عليها كاكاو. تعالى يا حبيب ماما، امسك لسه بدون المدرسه يا سيدي. مش قادر اقلعها. كده خلاص يا ولاد، العجينه بقت جاهزه. انا هجرب كده، اجربها اعملها قولوا معايا بالقمع. عندي الكيس القماش اللي كنت عامله بالسنه اللي فاتت ده، جيت اطلعه لقيته بايظ زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. فهشوف لو الكيس البلاستيك ما نفعش هعملها بقى بالمكنه وخلاص، مع ان الكيس اريح بكتير بصراحه، بتخلص بسرعه. مع اني يا ولاد بتضايق من المكنه، بس هعمل ايه؟ الكيس اسهل، بس اتقطع مني على طول. جيت اطلعه لقيته مقطوع زي ما وريتهولكم كده الحلقه اللي فاتت. تصدق ممكن اعمل اللي الكيس بيعمله بده بالقمع الصغير؟ اجرب ولا بلاش اجهز؟ الوشاش اسهل. الوشاش ده اسهل. بص الوش ده كان عاجبني. ياسين اديله عليه عشان ما يزعلش. بيعمل الواجب. بيبقى فرحان. طب ما بيعمل الواجب. معلش بيبقى فرحان. خلاص. ده شكل الآن، والشكل ده حلو برضه. ده اللي هو بيبقى عامل زي الواحد ده. حلو ده؟ ايه حاجة. ده حلو برضه. طلع يا ماما اللي هو كأنه زي بتاع اللحمة المفرومة، وكان حلو المرة اللي فاتت. اللي بيبقى قرص أو فيها دورات من فوق. لا ده بيبقى مبطرش قوي يا سيدي. طلعي بس نجربه. لا مش هجرب، هما كام وش هشتغل عليهم وخلينا نخلص. كموش لا اعمل كتير. هعمل القلب اول حاجه اهو. تعالى يا سيدي هات لي العجينه البيضاء من التلاجة. مامي ده في الحلو برضه. وده كمان فاكره؟
عملنا كنا بعمل ده. طب يلا يلا بس هات عشان نخلص بسرعه. الشجرة حلوة برضه. ماشي سيبها اعملها لك في البيت. وهتوقع الطبق يتكسر. عايز تعمل؟ ها استنى هظبط الشكل وهديك تاني. ها مش هتوسخ ايدك بالمكنه. هو انت ليه ساعة ما بجيب لك سيرة اللي انت تعمل اللي وراه بيحصل لك حاجة يعني مش عايز يعمل ولا عايز يذاكر طول رمضان، ما ذاكرش طول رمضان ومقضاه بلطجه. منطقة ازاي؟ زي الناس زي السكر في الشاي. لا انت ما تعملش الكتاب. يلا تعالى هتعمل تكاية. بسم الله. اوعى ايدك. استنى. بصراحة يا جماعة مش عارفة في ايه، مفيش حاجة بتكمل. اتكسرت واحنا شغالين. هتعرف تصلحها لي؟ خد يلا. شيل عليها دي. اشيلها ازاي؟ ايوه كده مستحيل عشان ما تغلطش الدنيا. هتمسكها معاك. بقول لك ايه، اغسلها بماء وبريل عشان تبقى ناشفه، فاهم اقصد ايه؟ ما تبقاش مزلطه فاللزق يلزق حلو عشان ما نبقاش نعمل زحمه. هتقع ده هي على حاضر. هو ولا حاجه. هو يا ولاد تسلم ايده والله، لحق لي بموقف ولزقها لي. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بص انا اصلا ما بفكش اللي فوق دي. ماشي ما بفكهاش الا وانا بغسلها. تسلم ايدك والله. ملهاش حاجه. ملهاش ايه؟ حاجه تكبس بيها. تكبس لا. انا بعملها بايدي، بعمل كده. خلاص اكبس. شكلت اول صاج. الميزه بقى يا ولاد في البيتي فور، ساعة ما بتشكليه بتسوي على طول. فانا كنت مولعه الفرن اول ما بدات على 180، هسيبه يستوي على مشاكل الصاج اللي بعده. ما شاء الله اللهم بارك يا ولاد. سويت كميه البيتي فور اللي كانت معايا كلها. بصوا ما شاء الله عمل ازاي. دايب دايب دوب كده. ووريكم الابيض كمان. استنوني نحشيه مع بعض. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك والاشتراك في القناه يا جماعه. هنزين البيتي فور. انا كنت شيلته كده في العلبه على ما يبرد وكده، وكنت تعبت يعني يومها، وقلت تاني يوم ابقى اشكله براحتي. يعني انتوا زي ما انتوا عارفين التزيين بياخد وقت. الطريقه دي بتسهل عليا قوي. هجيب صينيه كده وهبدا ارص فيها كده الشكل. هجيب اللي هو اللي شكل بعضه علشان لما نيجي نلزقهم يبقوا شكل واحد. معايا شوكولاته خام مسيحاها، اي نوع شوكولاته تفضليه.
انا سيحتها في الميكروويف بس الظاهر ما لحقتش تسيح قوي. اروح اسيحها شويه كمان واجيب. امسكها بقى كلها كده بتسهل بصراحه. طبعا التزويق ده انت وذوقك وانت والامكانيات يعني اللي سامحه معاكي. حابه تضيفي اي حشوه تانية براحتك خالص. ودي جوز هند ناعمه. ممكن تعملي واحده كده بحبها قوي. بصوا اقوم جايه عاملاها كده وفي قلب جوز الهند. وبقى بقى جايه مغلفاها كلها كده. بصوا كده بتبقى كده. استخدم مربى فراوله للحشو. الله يا ولاد كده خلصت كل الكميه اللي معايا. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد علينا كده يا رب كلنا. وبكده يا ولاد ابقى خلصت معاكم وصفه النهارده. لو عجبتكم الوصفه متنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.